السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. مكملين وصفات رمضان. هنعمل النهاردة اشيك واطعم واحلى كنافة. اعمليها في العزومة وانتي قاعدة حاطة رجل على رجل. كنافة الجيلي والفاكهة، طعم من الاخر. اول حاجه هنسمي بسم الله، ومعانا كنافه. ده نص كيلو من الكنافه. حط عليه معلقتين من السكر البودر ومعلقتين من اللبن البودر، وهبدا ان انا كده اقلبهم في الكنافه. ده كده نص كيلو من الكنافه. انا بحب الاول افرزها وبعد كده اطلعها فتتها، بتبقى سهله قوي. اخدت عليها كوبايه كده من السمنه، تمام، السمنه السايحه، وابدا بقى افركها كده كويس. ادخل كده السمنه في كل حته كده من الحتت بتاعه الكنافه، اخليها تتشرب كده بالسمنه وتطرى وتبقى حلوه. تمام. اسهل حاجه في الكنافه ان لما بنحطها في الفريزر ونطلعها ونكسرها بتبقى سهله قوي. بس كده، وابدا بقى كده اغلغل السمنه فيها كويس قوي. والطريقه دي سهله وما فيهاش بقى صواني ولا اي حاجه. بعد ما بدأنا ان احنا بقى نفرك الكنافة كده كويس باللبن بقى والسكر والسمنة، هنبدأ بقى نجيب صينية كده كبيرة هنحطها فيها، بس مش هنبططها ولا نعملها قرص ولا حاجة، هنحمرها. واسهل طريقة للتحمير، بدل ما تقفي تحمري كده على البوتاجاز، بكون مشغلة الفرن الشواية وبحطها، بس مش تحت الشوايه مباشره، في الرف اللي اوطى شويه منها. وكل 5 دقايق بطلعها اقلبها لحد ما بتاخد اللون الذهبي التحفه ده، وبتبقى مقرمشه وجميله. بعد ما هدت ضفت لها كده حوالي 3 معالق من الشربات التقيل. مش هزود كتير في الشربات عشان ما تعجنش وتجمد كده تكتل. جبت بقى بوله كده او طاجن، حطيت فيه الكنافه دي، وبدات كده ان انا اسويها واضغط عليها بظهر المعلقه. تمام. ولو عندكم حاجه شفافه كده بتبقى حلوه قوي عشان بتبين شكل الطبقات. الطبق ده في العزومات بيبقى طعمه تحفه. هبدا اجهز طبقه الجيلي عشان تبرد. كيس من جيلي المانجا، وحطيته في كوبايه من الميه السخنه، وحطيت عليه معلقتين بس من السكر عشان احنا مش عايزين سكرنا يبقى كتير. وبعد كده ضفت كده حوالي كوبايه الا ربع من الميه العاديه، وقلبته وهسيبه على جنب يبرد. نعمل بقى الطبقه بتاعه الكريم شانتيه. عندي كوبايه ونص من الكريم شانتيه، عليها معلقتين سكر بودر ومعلقتين لبن بودر، وهبدا اضيف نص ميه ساقعه ونص لبن ساقع، وهضربه كده كويس بالمضرب. يبقى احنا عملنا الاول طبقه الجيلي وسبناها على جنب عشان يبرد خالص، عشان ما ينفعش احطه على الكريم شانتيه وهو ساقع. واخر خطوه هرش كده كيس من الفانيليا واضرب كده ضربه اخيره. يبقى انا كده عندي الجيلي جاهز والكريم شانتيه جاهز والكنافه خلاص بتاعتي جاهزه. يلا بقى نرتب طبقاتنا الحلوه ونشوف هنعمل ايه. هبدأ بقى، حطيت الكريم شانتيه في كيس كده، كيس عادي، كيس تلاجة مش كيس حلواني كمان. وهبدأ بقى امشي كده داير ما يدور. طب انا ليه ما حطيتوش بالمعلقة؟ علشان انا عايزة يبقى السوا كله واحد، كله يبقى اخد طبقة واحدة، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. يلا بقى ما تنسوش اللايك الحلو كده بايديكم الحلوة، عشان احلى كنافة بالجيلي هتعملوها هتدمنوها، وكل اللي هياكل منها هتعجبه جدا. رطبة كده ولذيذة وخفيفة بعد الفطار كده، ومش تقيلة خالص ومش مسكرة خالص. والسر ان احنا قللنا السكر شوية في الجيلي، قللناه في الكريم شانتيه، فكله كده بقى سكره متجانس مع بعض. هنبدأ بقى نسوي كده بالسباتيولا، وبعد شوية كده ببدأ ان انا اغسلها بمية دافية علشان تبقى يعني تفرد معايا كويس، كأننا كده بنجلس تورته يعني، بس بشكل كده عشوائي، عشان بس الدنيا تبقى سلسة كده من فوق. لما احط طبقات الجيلي والفاكهة ما تبانش ان هي مكلكعة ولا حاجة، بس كده منتهى السهولة. ولو في حاجة في الجناب ببدأ امسحها بمنديل. سهلة جدا. اي فاكهة بقى عندك هتكوني مقطعاها وهتحطيها. يعني انا النهاردة هنا استخدمت فراولة، واستخدمت كيوي، واستخدمت مانجا. اللي عندكم حطوه. عندكم بقى عنب، عندكم موز، اي حاجة. اللي ممكن نعملها كمان بالفواكه المجففة بتاعة الخشاف. هرص كده طبقات من الفراولة والكيوي بطريقة كده يعني عشوائية، وهحط كده برضو المانجا بطريقة عشوائية. بس بقى اهم حاجة ان انا بحط هنا دلوقتي الفاكهة وهو الكريم شانتيه لسه طري، علشان يلزق فيها. تمام. بس كده برص بقى الحاجة بتاعتي كده
سهله ما فيهاش اي حاجه. بس انا بحط الحاجه قبل ما ادخل الكريم شانتيه التلاجة، بحط الحاجه قبل ما ادخله التلاجة. خلاص رصينا الحاجه. قبل ما احط طبقة الجيلي هحط الصينية في التلاجة تسقع. اهم خطوة ان انا احطها تسقع قبل لما احط الجيلي، عشان انا لو ما حطيتهاش تسقع هتشرب الجيلي. يبقى احط الكريم شانتيه الاول يسقع، وبعد كده هطلعها من التلاجة احط طبقة الجيلي، هيكون هدي معايا خالص. وبعد كده هدخلها تاني التلاجة وبألف هنا عليكم.